السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. يلا بينا بقى كده بسرعة نبتدي روتين النهاردة. وقبل اي حاجة طبعا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان ما تنسيش اللايك للفيديو الحلو ده لانه بجد فيديو جميل جدا جدا جدا. ولو انتي كسلانة ازاي هيشجعك ويخليكي تقومي تخلصي كل اللي وراكي. يلا نبدأ الروتين بتاعنا بسرعة. واول حاجة كده تبتدي بيها يومك هي كوباية القهوة بتاعتك او فنجان القهوة بتاعك، اللي يقدر كده يظبط دماغك ويظبط مودك كده وتصحصحي وتفوقي عشان تقدري تكملي يومك وتشوفي الحاجات اللي وراكي. طبعا احنا كلنا الايام دي مسحولين كده ومطحونين مع الاولاد ودروس ومذاكرة وواجب. بجد ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال ويعيننا ويقوينا، لان فترة صعبة وفترة كلها تعب وارهاق. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ويعين كل واحده على حالها، سواء كنت ام او غير ام، سواء كنت انت كمان طالبه وبتدرسي. فربنا يا رب يعين كل واحد على حاله. وشوف بقى دلوقتي ابتديت اليوم بتاعك كوبايه القهوه بتاعتك الجميله، وكمان خدت جنبها بسكوته كده. ويلا بقى ندخل كده بمنتهى النشاط والحماس على المواعين، ونبدأ كده. ابدأي كده شغل بيتك. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، واستعيني بالله واذكري ربنا. هتلاقي ربنا كده بيعينك وبيقويك وبيخليكي تخلصي كل اللي وراكي وانت في منتهى القوة، وانت لسه بصحتك كده ما فرهطتيش. فاهم حاجة يا بنات ان انت تكوني يعني ايه ترددي دايما كده اسم ربنا على لسانك، وان انت تذكري ربنا وانت بتشتغلي. بجد هتفرق معاكي جدا وهتفرق في نفسيتك. فانت دلوقتي لو وراكي كومة مواعين كده في الحوض تقومي دلوقتي تخلصيها وتعمليها معايا، عشان انا جايه اشجعك النهارده وجايه اقولك انت تقدري تعملي كل حاجه وتلعبي دور الاب ودور الام ودور المدرسه ودور كل الادوار. انت ست قويه، وهتقومي دلوقتي كمان تخلصي اللي وراكي علشان يبدأ يعني ايه نفسيتك تكون مرتاحة وتنام وانت مرتاحة. ما تناميش وانت بيتك مكركب او سايبة حاجات كتير وراكي. لا، انت تستاهلي ان انت تقعدي في بيت نظيف وبيت ريحته حلوة. لان انت مفيش حد في قوتك ومفيش حد زيك ولا حد في شطارتك ولا حد يعرف يعمل اللي انت بتعمليه. فربنا يا رب يعين كل واحدة على حالها ويقويها ويعينها. وطبعا في الجزء ده دي مواعين كانت مواعين يومين بالظبط، يعني بصراحة بمنتهى الصراحة ان بيجي عليا وقت فعلا ما بقدرش ان انا يومي يعني ايه في البيت. يومي بيخلص من الساعة 3 العصر. يبدأ بعد 3 العصر يبدأ روتيني بقى ايه مع الأولاد والمذاكرة والدروس، ونوصل ونودي ونجيب كده. ده اليوم اللي ماشي. فاوقات كتير مش بقدر اكمل، مش هجهد نفسي واجلد نفسي وافضل بقى انب نفسي انا ما عملتش انا ما سويتش انا بهمل في بيتي. لا طبعا مش بعمل كده خالص، بس دايما اشجع نفسي. دايما اتفرج كده على فيديوهات روتينات تشجعني تحمسني. دايما لو انا بالذات في الايام الصعبة دي حاسة ان انا عايزة انام، لا بدي لنفسي وقت كبير من النوم، لان عارفه ان انا تاني يوم انا بتعب قوي. فلازم ان انا احسس نفسي لا ان انا لازم اكافئ نفسي وانام وارتاح واخد قسط كبير من الراحه. وانتي كمان بقى يا ست الكل بلاش تجهدي نفسك وبلاش تتعبي نفسك، ريحي نفسك على قد ما تقدري. الراحه صعبه، بس وقت ما تلاقي وقت للراحه ارتاحي. ارتاحي لان فعلا انتي بتتعبي وبتبذلي مجهود جبار جدا. فربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويجعله في ميزان حسناتنا. شوف هنا بقى، شوف انا مسرعه الفيديو ازاي، بس برضه المواعين مش بتخلص، مش عايزه تخلص ابدا. بس الحمد لله في نهايه الفقره دي هتلاقوني ان انا خلصت ونضفت ودعكت الحوض بتاعي وخليته بينور زي الفل. وعلى فكره في نفس اليوم ده انا طبخت لحمه وطبخت لوبيا ورز. والحمد لله كنت راضيه عن نفسي جدا جدا جدا. وطبعا بقى ما ننساش ان الجو بدأ يبرد، ومحتاجين ان احنا نتقل شوية كده للولاد. بدل ما يلبسوا نص كم وقط لا يلبسوا حاجة بكم، سواء وهم نازلين الصبح او سواء وهم نايمين. لان فعلا الجو بيكون ساقع قوي الصبح بدري وهما الساعة اللي هما نازلين فيها المدرسة، وساقع قوي بالليل وهما نايمين. فربنا يحفظهم ويحميهم من كل شر ومن كل سوء. لان في دور وحش كده ماشي مع الاطفال في المدارس، دور سخونية بتقعد 10 ايام وحاجة صعبة قوي.
فربنا يا رب يحفظهم ويحميهم وينجيهم ويشفيهم ويعافيهم من كل شر ومن كل سوء. فلسعة البرد دي على قد ما انا بحبها قوي 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 وبتحسسني بقى بدخلة الشتاء وان الشتاء قرب، بس خلاص احنا كأمهات كرهنا الشتاء من كتر ما بتسمع صوت الكحة والعطس والحاجات دي. فخلاص ما عندناش اللي هي ذكريات زمان اللي هو احنا كبنات بنحب الشتاء ونستنى المطر والجو الجميل ده خلاص كده. بس طبعا الحمد والفضل من عند ربنا، ربنا يحفظها لنا وربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا جميعا وينجيهم ويعافيهم. معلش في اوقات كده بنتعب فيها قوي 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 وتحسي ان انت مرهقه ومجهده، بس اهم حاجه ان انت متستسلميش. اعملي خطه لنفسك في اليوم بتاعك، شوفي انت هتخلصي ايه وايه وايه، وما تعمليش خطه كبيره ان انت بتعجزي نفسك تحطي حاجات كتير. لا، الايام دي ايام يعني ايه، يومك اصلا لوحده مليان ومليان حاجات ومذاكره ودروس وكلام من ده. فحطي لنفسك اهداف توصلي لها، اهداف بسيطه. يعني مثلا ايه، انا النهارده هروق اوضه النوم بس، هروق المطبخ بس، هغسل مواعين مع ترويق الصالة. فاهمين؟ اعملوا كده لنفسكوا اهداف، وهاتي كده اجندة وهوريكم الاجندة بتاعتي، تكتبي فيها اهدافك وتكتبي فيها وقت معين. هخلص مثلا تنظيف الصالة في 15 دقيقة، في 12 دقيقة، على حسب ما انت عايزة. بس ده بيشجعك وبيحفزك وبيأيدك ان انت تخلصي في وقت معين، غير ان انت ايه تبقي سايباها كده سداح مداح والظروف والايام ايه هي اللي هي اللي تتحكم فيكي. لا، انت اللي تتحكمي في الظروف وفي الأيام بتاعتك. طبعا هنا بدعك الحلة الألمونية، كل حاجة كنت سايباها، ما كنتش قادرة أعمل أي حاجة خالص. فانت كمان ما تجيش على نفسك، ما تجيش على نفسك، ما تجيش على نفسك، ما انتيش قادرة تقفي. خلاص، هي الحاجة مستنياكي، مش هتطير ولا حد هيجي ياخدها. بس بقى، شايفين دعكتها ازاي يا جماعة؟ لازم اخلي الحلة الألمونية دي بتبرق من النظافة. وما تنسيش اللايك بتاعي لو انت وصلت لغاية هنا، عرفيني في الكومنتات ان حضرتك وصلت لغاية هنا، وكمان تحط اللايك الجامد بتاعك. وبرضو بفكرك ان انت تذكري ربنا، سواء بالذكر اللي انت عايزة تقولي لا اله الا الله تجددي بيه ايمانك. لو انت حاسة ان انت مقصرة مع ربنا وعايزة تجددي ايمانك مع ربنا، ذكر لا اله الا الله، اقعدي اذكري واستشعري الكلمة ان مفيش اله مع ربنا. اللسان ياما بيردد ولا ياما بيقول، بس اهم حاجة الاحساس. فزي ما انتم شايفين بقى هنا كده بدعك الحوض، دعكته دعكة لانه كان بقاله يومين ما اتغسلش، فكان شكله مش حلو خالص وشكله صعب. وانتوا دلوقتي بقى هتشوفوا الفرق بقى عامل ايه ازاي دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي بقى واضح الفرق بتاع الحوض، نضف ورجع زي الفل ولمع تاني، وخلصت كل المواعين اللي ورايا. وطبعا انتوا لاحظتوا كان في مثلا حاجات قديمة وحاجات مركونة، جبتها كلها. مفيش حاجة اسمها ان انا مش قادر يعني ايه برتاح في وقت تاني، لا. بصوا بقى، هنا كنت دخلت على اوضه النوم بتاعتي، كان هدفي في اليوم ده ان انا انضف الاوضه بتاعتي واخليها زي الفل وبتلمع وريحتها حلوه. لان انا كنت تعبانه ومرهقه، فعايزه لما اجي انام وانا مرتاحه. عارفين كده، ما يبقاش من كله كده الدنيا كده متدشمله، لا. ان انا انام وانا مرتاحه. فقلت خلاص والله انا هدخل على اوضه النوم بتاعتي وانضفها واخليها زي الفل، مكافأة ليا عشان انا ابقى مرتاحه. فجبت هنا البخاخه اللي انتوا شايفينها هنا في المقطع ده. البخاخة دي فيها برسيل بريحة اللافندر، وطبعا زودتها مية وبقيت ارش على الشباك. بتطلع، عارفين التراب المتزخنق في الحاجات الرفيعة، بتطلعه بسرعة وبتخلي الشباك عندي زي الفل وريحته حلوة جدا. طبعا انا بمسح بايه؟ بمسح بشراب قديم. مش احنا قلنا قبل كده ان احنا هنعيد استخدام الشرابات القديمة؟ زي مثلا الفيديو اللي فات كنت مستخدمة شراب لابساه كده في ايدي وبدعك بالكنب، فحلو قوي. المرة دي ان انا بلمع بالخشب. الشرابات القديمة اللي عندي اللي هي مثلا لها فرد ضيعة، لا حتة مقطوعة صغيرة، مش عارفة ايه كل ده، انا بعيد استخدامها في تنظيف الأوضة بتاعتي، او تنظيف الخشب عموما، اي تنظيف بقى انت عايزاه. بس هنا بقى ايه، التسريحة بتاعتي كانت متكركبة ومنعكشة كده، فقلت خلاص انا دلوقتي هعين كل حاجة في مكانها. دي البودر بتاعتي، بعين بقى ايه كل حاجة كده في مكانها. الاكسسوارز بتاعتي، وسماعة باللعبة دي كمان كانت موجودة. متفهموش هي جت عندي ليه في الأوضة، هي مكانها مش هنا خالص. بس زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا هنا في المقطع ده كنت انا ورونزا بنتخانق على المكياج. هي عايزة تاخد مكياج وانا مش عايزة،
في الاخر هي انتصرت واخدت صباع الرول، فخلاص يا رونزا ماشي مش هعمل لك حاجه. بس شايفين بقى كده لميت كل حاجه وكل الكراكيب اللي موجوده على ايه، على التسريحه بتاعتي. وجبت شلت كمان المفرش ده، وجبت البخاخه الجميله بتاعتي صديقتي في التنظيف، وقلت ايه ان انا هلمع بيها. شايفين ده الشكل النهائي بقى بعد النظافه وبعد خلاص ما خليت كل حاجه زي الفل. قولولي رأيكم في الكومنتات في النظافة دي، وبعدين ما تنسوش اللايك. طبعا ده كان منظر السرير، حاجة كده لا تسر عدو ولا حبيب، حاجة بشعة. بس طبعا مفيش يأس معايا، طلعت الملاية الحلوة اللي انا بحبها، لان انا كنت محتاجة ان انا ارتاح وانام على حاجة بحبها وحاجة كده مريحة، فطلعتها وفرشتها على السرير ورجعت السرير تاني زي الفل. شايفين دي الملاية كده، رميتها كده على السرير، قال يعني بعمل حركة في التصوير. ملاية بعشقها، بس انا من زمان ما فرشتهاش، يعني 3 اسابيع، انا لازم افرشها كل اسبوع. المهم بقى فرشتها، وبعد كده جبت الكوفرتة بقى طبعا، لانه بقول لكم ان الجو بدأ يبرد بالليل، فبحب اوي اتغطى بيها، ناعمة كده وجميلة وحلوة. بس وانت كمان اختاري كده غطا خفيف، ودي يعني دفي ولادك كده وهما نايمين بالليل عشان ما يبردوش منك. ولو انت وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك. اهو ده منظر السرير بقى حاجة كده وهم. بعد كده قلت بقى خلاص انا دلوقتي حان وقت التنظيف، وان انا اكنس الارض واخليها زي الفل. وفعلا شلت كل حاجة بقى زيادة موجودة كده على الارض، وكنست الارض كنسة حلوة حلوة قوي كمان. اهو بنضف او بنفضها. بعد كده هجيب المقاشة بتاعتي واكنسها كويس قوي اهو. وخليكي سريعة وانتي بتشتغلي، طبعا مش زي سرعة الفيديو، لا انا اللي مسرعة، بس خلي ايدك سريعة واعملي تايم لنفسك وحطي لنفسك ايه. يعني مثلا الأوضة تاخد منك 15 دقيقة، انت حطي التايم مثلا 12 دقيقة اقل. هنا بقى بوريكم الشكل النهائي للأوضة بعد ما نضفت وبعد ما بقت زي الفل، وحاجة كده بصراحة مريحة جدا، تنامي وانتي مرتاحة، ما يبقاش تعب أعصاب كده من كله، لا. خلي اوضتك نظيفة وخلي اوضتك الأولاد ما يدخلوهاش. بوريكم كده الشكل النهائي ان هي خلاص بقت زي الفل، مفيش اي حاجة وحشة فيها. وبعد كده بقى جبت المعطر الجميل بتاعي اللي انا بحبه لما يكون البيت نظيف، ورشيت كده في الجو وخليت ريحة الأوضة حكاية يا بنات. اهو فريدة بريحة العود، ورشيت كده وبخيت كده وخليت ريحة الأوضة جنان وزي الفل وزي القمر. نسكت على كده؟ لا طبعا، لقيت معايا وقت كتير جدا، فدخلت كمان على التويلت وقلت لازم انضفه وادعك دعك حلو، لانه بصراحة شكله صعب قوي قوي قوي. فهنا دعكت كده الحوض بتاعي دعكة جميلة جدا 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 بالصابون السائل، فخليته بيلمع وخليته زي الفل. طيب بعد المطبخ بقى هنعمل ايه؟ انا طبعا عملت التويلت، بس انا مش بحب اصور التويلت معاكم لان بحس ان ده مش صح خالص. وطبعا كل ده انا عامله بفيري اللي هو الفل، ازازه الفل نضفت بيها كل حاجه، وبصراحه كفت ووفت. بعد كده بندخل بقى هنا على الارضيات. ارضيه الحمام، حطيت اللي هو الفل ده على الارض، كميه يعني مسموح بيها وكميه مطلوبه. وبدات بقى اعمل رغاوي رغاوي رغاوي، على قد ان انا مش من الناس اللي بتشجع الرغاوي قوي، بس في وقت من الاوقات بتكون جميله وبتكون حلوه. فانت كمان التويلت بتاعك مش نضيف، قومي خلصيه دلوقتي حالا، انت تقدري وتقدري تبقي زي الفل. فشايفين كده اهو بدعك الارض. طيب بسرع يعني بعمل حركة يوتيوب. بعد كده بجيب المساحة بتاعتي وبلم بيها كل الحاجات دي، كل المية المش نظيفة دي. طبعا الحمام اتحول 180 درجة، بقى حاجة عظيمة جدا وحاجة حلوة قوي.
لو وصلت لهنا ما تنسيش اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حاجة ان انت بتهتمي بنظافة بيتك وبتهتمي بالتويلت ده بالذات لما يكون معاك اطفال لازم يكون نضيف جدا يعني ايه 24 ساعة، فحاولي ان انت تعملي كده.